ما تيجي اقولك على شوية حاجات كده تحطيها على خلطة المحشي، شوية توابل كده هتوديها في حتة تانية خالص. يلا اقولك على طريقتي في خلطة المحشي، جميلة جدا والتوابل اللي بحطها حلوة قوي بصراحة، بتودي المحشي في حتة تانية وبتخليه طعمه حلو قوي. يلا بينا. بص بقى، الصلصة دي يا جماعة انا مسبكاها، طبعا ببقى محمر البصلة تبقى واخدة لون ذهبي، وبنزلها على عصاية طماطم واسيبها تتسبك حلو جدا. دي انا ببقى مفرزاها في الفريزر. هقولك بقى على التوابل. التوابل يا جماعة انا بحط ملح وكمون وكزبرة وماجي وبابريكا وخلطة المحشي من عند العطار، وكمان بحط بهارات اللحمة وسنة شطة وفلفل اسود، وبس كده زي الفل بتبقى جميلة. هنا بقى اسمها بحط خضرة اللي هي شبت وكزبرة بقدونس. انا بحط كميات بقى، يعني مثلا لما بجيب خضرة بجيب بزيادة واقوم حاطه، يعني باخد اللي باخده والباقي بحطه في كيس وبحطه في الفريزر. هنا بقى بعد ما بتحطي ده كله بتظبطي الملح وبتظبطي كل توابلك، بتحطي شويه زيت. بتقولي لي بتحطي زيت ليه؟ الزيت ده يا جماعه بيخليه يفلفل وبيلمع كده. وهتقولي انت بتحطي كميه كبيره ليه؟ انت شايفه بسم الله ما شاء الله انا عامله كميه. انا ما شاء الله عملت الدور ده، يعني عملت محشي كرنب ومحشي بتنجان وفلفل، فما شاء الله كنت عامله كميه بسم الله ما شاء الله. هنا بقى الكرنب برضو كنت جايبه كام كرنبايه، برضو حشيت قدرت احشيه، والباقي يا جماعه حطيته في كيسين على مرتين الباقيين دول، وحطيتهم في الفريزر. وبرضو العروق برضو بحطها في اكياس وبحطها في الفريزر، وقت ما بحتاج بطلع وبعمل. بتستوي بالمره، يعني لما تجيبي كرنب تجيبي مثلا واحده ولا اتنين، تجيبي اتنين كمان زياده عليهم، يعني السلق بالمره عشان تفرزي وتقطعي بالمره. هنا زي ما انت شايفه هنا. هنا طبعا انا بحطه في مصفى. الحته دي انا اتعلمتها بصراحه من سلفتي، يعني انا حشيته كنت سهران عليه. فطبعا لما بتيجي تحشيه قبلها بكام ساعه او يعني بالليل مثلا وتسويه الصبح، ما تحطوش، ما ترصوش في الحله قبلها، يعني قبلها بكذا ساعة. لا، احشيه وحطيه في مصفى كده وحطي تحتيه طبق، هينزل اي مية زيادة بتنزل منها. وبعد كده اما تيجي